السلام عليكم حبايبي. النهاردة هنعمل أكلة سريعة وبسيطة وسهلة ومش مكلفة خالص. هنعمل بنص كيلو بانيه، هنعمل صدور فراخ متشوحة، مش هتاخد معانا نص ساعة. تعالوا بقى معايا نشوف الطريقة والمكونات ايه. معايا نص كيلو صدور بانيه، ومعايا فلفل وطماطم وبصل حلقات. خلاص حبايبي، ومعايا التوابل: ملح، فلفل اسمر، جنزبيل. بس هنعمل صينية فراخ مقطعة بسيطة مع رز بالبسلة بالجزر. هنقطع الفراخ ونشتغل بيها على النار على طول. كده حبايبي بنشوح الفراخ على النار. حطينا لها بس شوية ملح وفلفل اسمر بس، محطيناش حاجة تاني. هنسيبها كده لمدة تتشرب بس المية لمدة 5 دقايق ونرجع لها تاني. الفراخ خلاص اتشوحت على النار بالسمنة. خلاص حبايبي، والجنزبيل والفلفل والملح. هنحط بقى الخضار بتاعنا. أكلة بسيطة خفيفة مش هتاخد معانا ربع ساعة. خلاص حبايبي، واحنا حطينا الرز اهو على النار بالبسلة بالجزر. هنسيبه بقى يتشوح قبل ما ندخله الفرن. كده حبايبي بصوا، نص مكعب مرقة اللي يحب. خلاص بس هنقلبها كده عشان بس تعزز معانا الطعم. خلاص هدخلها بقى على الفرن. صينية بسيطة وخفيفة ومش مكلفة خالص، بنص كيلو بانيه بس. ندخلها بقى الفرن ونرجع تاني. كده حبايبي خلاص خرجنا صينية الفراخ من الفرن اهي، بصوا ما شاء الله، والرز كمان استوى. يلا هنقدم طبقنا. كده حبايبي يكون وصفتنا خلصت النهارده. تعالوا نقول عملنا ايه. جبنا صدور الفراخ نص كيلو حسب الكميه اللي انتوا عايزينها. خلاص قطعناها، وبعدين اديناها تشويحه بالملح والفلفل والجنزبيل بمعلقه سمنه بلدي. وبعد ما اتشوحت حطينا عليها بصل وفلفل حلقات وطماطم، واديناها تقلبتين ودخلناها الفرن على طول. وبعدين ما استوت حطينا لها فحمايه. خلاص حبايبي، وبعدين عملنا الرز. جبنا بصلايه شوحناها، وبعد ما شوحنا البصلايه حطينا عليها الخضار، وبعدين برضو شوحناه فيها، وبعدين حطينا الرز، حطينا عليه ملح وفلفل بس حبايبي. خلاص سقيناه بالشوربه ونشرب كرز عادي خالص. وبكده يكون وصفتنا خلصت النهارده. وبألف هنا حبايبي. عجبتكم الوصفة، عجبتكم الطريقة، يا ريت شير ولايك واشتراك في القناة حبايبي عشان يوصل لكم منا كل وصفة جديدة سهلة وبسيطة. سلام عليكم.